السلام عليكم، ازيكم يا شباب تالتة ثانوي. اهلا بيكم وسيشن جديدة، سيشن نمبر 28. والسيشن النهاردة هي تكملة للفوكاب ان شاء الله، وهي بارت 2. طبعا الفوكاب هنا خاص بيونت 2. نبدأ. زي ما انتم شايفين هنا دي مجموعة. طبعا احنا مقسمين الكلمات لمجموعات. اوكي، انتوا اعملوا دلوقتي سكرين شوت ونبدأ نتعامل مع كل كلمة 1 باي 1. كونتكست، طبعا احنا عارفين يعني ايه كونتكست، يعني سياق. يعني احنا بناخد الكلمات على هيئة سياق، مش مجرد الكلمة تبقى ايه لوحدها الكلمة ومعناها بالعربي، لا. والسياق طبعا زي ما انتوا متعودين معايا بتشمل ادي الكلمة اهي، الكلمة اهي demonstrate. الفيرب ده part of speech، من ضمن السياق ان انت تبقى عارف هل هي verb ولا noun ولا adjective ولا adverb وكده. المعنى بالعربي برضو، حتى من ضمن السياق ان انت تسمع الكلمة، سواء هتسمعها مني او حتى هشغلها لك تسمعها. بعض الكلمات، مش كل الكلمات هشغل نطقها. وبعد كده في definition، برضو تعريف للكلمة، بيوضح برضو كتير من استخدامات الكلمة. وطبعا example، ودي من اهم الحاجات يعني في الخاصة بالكونتكست، اللي انت تشوف الكلمة اللي قدامنا او اللي احنا بناخدها مستخدمة. طبعا في بعض الاحيان هتلاقي صورة برضو، لان برضو الصورة من ضمن الكونتكست مهم جدا، اللي هو ممكن ايه يفيدنا في فهم معنى الكلمة. نبدأ مع بعض. اول كلمة هنا demonstrate. اوكي، دي ايه؟ ده verb، يعني فعل. يبقى دوت ايه؟ فعل مش noun. طب معناه بايه بالعربي؟ معناه يوضح او يبين او يبرهن. يوضح او يبين او يبرهن. طب الديفينيشن بتاع الكلمة أو الفيرب دوت to show or make something clear، يعني تجعل أو تبين شيء بشكل واضح. دي معناها demonstrate. زي ما أنا ممكن بعمل معاكم كده في الفوكاب، بعمل demonstration. I demonstrate يعني أنا بشرح، بوضح، ببين. Example: these numbers demonstrate the size of the economic problem facing the country. يعني تلك الأرقام demonstrate بتوضح، بتبين، بتبرهن ان the size of the economic problem، يعني المشكلة الاقتصادية او حجم المشكلة الاقتصادية facing the country، التي تواجه البلد. طيب لو شفنا هنا في شوية كلمات مفروض تدونوها. طبعا احنا متعودين يكون معاكم الورق والقلم او النوت بوك بتاعكم، وتبداوا تسجلوا الكلمات الزيادة اللي احنا ما نعتمدش على ان احنا بنعرف الكلمة دي بس demonstrate معناها يوضح. لا، ده كمان مهم. في بعض الكلمات هنطلعها في الديفينيشن وفي الاكزامبل، مهم تكتبوها وتذاكروها، لان برضو انتم مطالبين ان انتم تكونوا عارفينها. طبعا هنا في كلمة بس كلير، ودي واضحة معناها واضح. كلير معناها واضح. سايز معناها حجم. ايكونوميك معناها اقتصادي. فيس بمعنى يواجه. اوكي، البقية ودي الكلمة الأساسية بتاعتنا اللي المفروض طبعا ايه تتكتب. نيكست. ميديسن، طبعا احنا عارفين كلمة ميديسن بمعنى أنا دواء، لكن المرة دي بمعنى مختلف، اللي هو نشوف كده شغال أو إن هي نون. أوكي، لكن بمعنى تاني، معنى إيه؟ طب. أوكي. طيب الديفينيشن: treatment for illness or injury or the study itself. يعني إيه؟ كلمة treatment من الكلمات المهمة وهتجينا دلوقتي تاني. treatment معناها علاج. for إيه؟ for illness لمرض ما، or injury أو إصابة، or the study itself أو الدراسة نفسها اللي هي دراسة الإيه؟ دراسة الطب. طيب example: she is a doctor، يعني هي دكتورة but she is unable to practice medicine in her own country، لكن هي مش قادرة، غير قادرة على إنها تمارس. practice هنا معناها تمارس الطب in her own country. إيه الكلمات اللي بالإضافة للميديسين المفروض نذاكرها؟ كلمة treatment بمعنى علاج، وجاي منها treat يعني يعالج. illness هو مرض. injury إصابة. practice يمارس. بس مفيش حاجة تاني. mental دي ايه؟ adjective، صفة. معناها ايه؟ معناها عقلي او ذهني. يعني ايه؟ يعني relating to the mind، يعني حاجة
ليها علاقة بالمايند، بالعقل. مايند معناها ايه؟ عقل. relating to يعني له علاقة ب. or involving يعني تحتوي على أو تنطوي على ايه؟ process of thinking يعني طريقة أو عملية التفكير. اوكي طيب example. A doctor was asked about the mental state of the prisoner. يعني الدكتور سئل عن the mental state، الحالة العقلية. هنا state معناها حالة، الحالة العقلية of the prisoner للسجين. طبعا هنا طبعا في شوية كلمات مفروض برضو ايه ندونها ونعرفها. relating to يعني زي له علاقة ب. mind معناها عقل. involving ينطوي على أو يحتوي على. process عملية. و thinking التفكير. وهنا المنتال ستيت على بعضها معناها الحالة العقلية. وكلمة prisoner بمعنى سجين. نكمل. norms اللي هي ايه؟ ده noun. اوكي معناها عادات او اعراف، ودي جمع يعني norm عادة او عرف. طيب الديفينيشن او معنى الكلمة in English: an accepted standard or a way of behaving or doing things that most people agree with. يعني an accepted standard يعني مستوى معين مقبول أو طريقة ما مقبولة أو معيار ما مقبول من السلوك. or doing things أو عمل أشياء معينة that most people agree with، الناس كلها اللي في الكوميونتي أو في المدينة في التاون أو السيتي اتفقوا عليها. أوكي طيب ده معناه هي العادات اللي الناس كلها بتتفق عليها. example: saying please and thank you. قولك please and thank you يعني من فضلك وأشكرك are social norms يعني عادة أو من العادات الاجتماعية that promote معنى إيه؟ كلمة مهمة جدا. تعزز، تروج لإيه؟ politeness معنى إيه؟ الأدب. نشيل ونبدأ نحل. طبعا accepted يعني مقبول. standard مستوى. behaving التصرف. agree with يعني يتفق مع. social norms يعني عادات اجتماعية أو أعراف اجتماعية. promote يعزز أو يروج، ودي مهمة أو politeness أدب. أوكي الكلمة دي ممكن بتلخبط شوية في نطقها. بصوا كده فنركز في النطق بتاعها. obstacles. طيب نسمعها. obstacles, ماشي. obstacles, يعني أكن ال O وال B عارفين. ال O وال B عارفين كلمة up دي أكيد إحنا كلنا عارفينها. up بس هي مش هقولش up، هنقول up مش ب. up إيه بقى؟ obstacles. يبقى نقسمها كده obstacles. أوكي أنا ركزت هنا في بعض الكلمات هتلاقوني عمال أردد فيها وتسمعوا كده لأن أنا عارف إن نطقها صعب شوية وعايز تركيز. والإنجليش عامة لما بنلاقي نفسنا بنعرف ننطق صح بيبقى لذيذ يعني ده بيبقى الأمر بسيط وسهل. لما الواحد بيبقى حاسس إنه مش عارف ينطق بيحس إنه عاجز، بالتالي بيقفل من المادة، بيقفل من الإنجليش. أوكي فالنطق ده مهم أوي. طيب نسمعها. obstacles, أوكي رددوها واسمعوها كتير يا ريت. معناها عقبات أو عراقيل. طيب هنا something that blocks you so that movement going forward or action is prevented or made more difficult. يعني ايه الكلام ده؟ هو معناها عقبة او عقبات عشان دي جمع. يبقى something that blocks يعني حاجة بتمنعك، شيء يمنعك. بلوك، عارفين بلوك اللي احنا بنعمله في الفيسبوك والحاجات دي، حد ضايقنا فنمنعه فنعمل له بلوك. يبقى في شيء بيمنعك من so that movement. لذلك فإن الموفمنت الحركة going forward التقدم or action أو الأفعال أو الفعل is prevent بيمنع. يعني في فعل ما بيمنع بسبب الإيه؟ العقبات، بسبب الإيه؟ obstacles ديت or made more difficult أو بيخليها أمر صعب. ده المعنى. طب example: lack
lack of transportation can be an obstacle to getting to work on time. بمعنى lack of transportation اللي هو نقص النقل، ندرة النقل، قلة النقل. can be an obstacle يعني ممكن تكون عقبة أو عرقلة to getting to work on time في إن الواحد يروح للشغل في الإيه on time في الوقت المحدد. طيب الكلمات اللي هنا اللي ممكن نحس إن هي مهمة نعرفها، block يعني إيه؟ يمنع. movement حركة. going forward خلي بالكم التقدم. action معروفة. prevent يمنع أو هنا يسبب المنع يعني. made or خلاص. lack of transportation اللي هي نقص. lack يعني نقص. transportation النقل. on time في الوقت المحدد. on time معناها في الوقت المحدد. next inequality دي noun. اوكي مهم جدا. طبعا حته noun وverb وadjective مهم جدا لان احنا بناخد فيه جزء مهم جدا في لو انت ركزت في البدايه كده فين الناون وفين الفيرب انت هتتعلم تعرفهم من غير حتى ما تحفظ ان دي ناون ولا فيرب. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا عندنا في الكورس بتاعنا في المنهج بتاعنا ان في حته الديريفاتيفز بتيجي بعد ما نخلص كده شويه من الفوكاب وكده بتلاقي في تيبل لبعض بس الكلمات البسيطه اللي من بين فين الادجكتيف الفيرب منها ايه، الادفيرب منها ايه، الناون منها ايه، وهكذا. وهي اصلا انت مش محتاج الجزئيه دي. انت لو بتركز وانت بتذاكر في الاول في الكلمات بالاخص الكلمات الاساسيه اللي هي بتبقى السيشنز الاولى يعني في اي وحده، خلاص انت الجزء ده في الديريفاتيفز انت مش بتحتاج تذاكره. على الرغم ان انت او الطلبه عامه بشكل عام بتتلخبط، معظمهم بيتلخبط مش عارف ده ناون ولا فيرب. هي دي الطريقه ان انت كده 1 باي 1 بتعرف الكلمات واحده واحده، بتعرف دي ناون ولا فيرب ولا ادجكتيف. بعد كده دي مهاره بتتنمى معاك بالتدريب. اوكي طيب inequality دي معناها ايه؟ عدم المساواة. وطبعا دي جايه من ايه؟ لو شلنا ان هتبقى equality معناها مساواة ودي خدناها قبل كده. لو زودنا ان بقت العكس، يعني ان في بعض الكلمات بجيب عكسها باني اضيف ان قبلها. اوكي طيب the unfair situation in society when some people have more opportunities, money, etc. than other people. بمعنى unfair situation يعني موقف غير عادل، حاجة غير عادية إن المجتمع ممكن يمر بيها أو فئة من الناس يمروا بيها فين؟ in society في المجتمع. when some people have more opportunities لما يكون في ناس بيبقى عندهم فرص أكتر في فرص أكتر مثلا في الوظائف في الأموال وكده than other people عن ناس تانيين. يبقى هنا كده لو حصل ده في أي مجتمع يبقى فيه inequality عدم مساواة. طيب example The law has done little to prevent racial discrimination and inequality. بمعنى القانون لم يفعل الكثير أو فعل القليل بخصوص إيه؟ to prevent لمنع racial discrimination اللي هو الإيه؟ التمييز العنصري and inequality. أوكي؟ يعني لسه في مطلوب يتعمل مجهود أكتر من كده لنشر المساواة في المجتمع. طيب نشوف الكلمات هنا. في شوية كلمات مهمة أوي يا شباب. كلمة unfair هي هناخد كلمة fair لوحدها بعد شوية، بس fair معناها عدل. طب unfair الظلم situation موقف society مجتمع opportunities فرص law قانون prevent يمنع racial ودي مهمة عنصري. طب racial discrimination التمييز العنصري. inequality هي الكلمة الأساسية بتاعتنا اللي هي معناها عدم المساواة. purify the verb اوكي معناها ايه؟ معناها ينقي. طيب تمام حلو. طب معناها ايه in English؟ to remove تزيل. remove يعني يشيل حاجة. bad substances المواد السيئة from something to make it pure. يعني تشيل مواد سيئة من حاجة تانية عشان تخليه ايه؟ pure ده ايه؟ نقي. يبقى احنا عندنا purify ده verb، pure منها اللي هي دي adjective معناها نقي. طيب example one of the functions of the kidneys is to purify the blood. يعني أحد وظائف الكلى
is to purify the blood. هو تنقية الدم. طيب تمام أوي، موضوع بسيط وسهل ما فيهوش حاجة. remove اكتبوها يا شباب، معناه يزيل، يزيل. substances مواد، و pure بمعنى نقي. اوكي، و purify ينقي، ده الفيرب، ولكن ده ديت adjective. functions وظائف. kidney اللي هي kidney ده اللي هي الكلية، الكلية يعني. to purify اللي هي خلاص قلنا ينقي. blood اللي هو الدم. next. خلاص خلصنا المجموعة الأولى، نبدأ بقى نشوف يا شباب نعمل exercise مع بعضنا، وإن شاء الله هتلاقوه سهل. Number 1. She will speaks. The proper way to solve the math problem on the board. She will إيه؟ هي إيه؟ طبعا عندي إيه؟ purify, consider, demonstrate, defy. طبعا المفروض قبل ما تسمع مني الشرح ابدأ دلوقتي حل، يعني اعمل pause، وقف الفيديو واعمل pause إيه وابدأ حل، وبعد كده شوف معايا الشرح. She will the proper way to solve the math problem on the board. proper way يعني الطريقة السليمة. to solve معناها يحل. اكتب لو في كلمة من دول انت مش عارف او انت مش عارفة حلها ايه، اكتبوا لو سمحتوا وذاكروا. لان حلك للأسئلة مش مجرد ان احنا قرينا وعرفنا الحل ايه، ممكن يجي معانا كده يعني. لكن لو لازم تكون عارف كل كلمة. حاليا في الفترة اللي احنا فيها دي، فترة التدريب، فترة المذاكرة، المفروض تحاول على قد ما تقدر تبقى فاهم كل كلمة عشان تنمي اللغة. لكن في الامتحان بيبقى في مرحلة تانية، مرحلة الجاسنج، يعني ان انت تخمن اي كلمة. انت عملت اللي عليك والحمد لله وذاكرت، طب في كلمات جات لنا في الامتحان مش عارفين، هنعمل جاسنج بقى، تخمين. بس انت كل ما المستوى بتاعك بيعلى، كل ما المستوى بتاعنا يا شباب ولاد وبنات بيعلى، بتلاقوا ان انتوا قدرتكم على الجاسنج بتبقى اكبر بكتير. طب ليه؟ لان انا لما يكون عندي مثلا السطرين كده، ولقيت نفسي عارف كل حاجة، ومثلا مش عارف الكلمة دي معناها ايه، هقدر اعمل جاسنج. ممكن اعمل كمان ليها يعني اكني مش اعمل عليها كده كروس كده، اكني مش شايفها، واقدر احل. لكن انا مش عارف معنى الكلمة دي، مش عارف دي ومش عارف دي، او مش عارف دي، يبقى مش هحل. لا يمكن احل صح. الجاسنج بيبقى للقليل مش للكتير. اوكي، طيب نشيل الشخبطة ديت. she will the proper يعني proper way معنى الطريقة السليمة to solve لحل الماث problem. كده الماث problem مش معناها مشكلة ماث، مشكلة رياضية، لا، معناها مسألة رياضية لحل مشكلة، الطريقة المثلى لحل الايه، مسألة رياضية on the board على السبورة. يبقى she will ايه؟ purify ولا consider demonstrate defy. طبعا واضح من الكلمات، طبعا دي معناها ينقي، ودي معناها يضع في الاعتبار، ودي معناها يتحدى، لكن هي demonstrate معناها يشرح، وهي طبعا دي الصح. سي بيشرح، هي هتشرح الطريقة المثلى، الطريقة الجميلة أو الصح يعني، أو الأفضل حاجة بالنسبة لحل تلك المسألة الرياضية على البورد، على السبورد. 2. Addressing gender space is crucial for building a fair society. Inequality, medicine, demonstration, norms. يعني إيه الكلام ده؟ طبعا addressing gender، خلي بالك بس من كلمة gender ديت. جندر معناها النوع الاجتماعي. يعني ايه النوع الاجتماعي؟ اللي هو احنا عندنا نوعين، ميل وفيميل، رجل وامرأة. اوكي، ذكر وانثى، هي دي معناها الجندر، النوع الاجتماعي. يا ريت نكتبها واحنا خدناها على فكرة. طيب addressing gender، هنا addressing هي address ليها معاني كتير يعني، بس من المعنى هنا معناه معالجة النوع الاجتماعي. ايه في حاجة هنا is crucial، ضروري for building a fair society، لبناء مجتمع عادل. طيب معالجة بقى ايه؟ inequality, medicine, demonstration, norms. طبعا الواضح احنا دلوقتي دي خدنا الكلمات دي دلوقتي، هي طبعا inequality اهي. يعني ايه؟ معالجة عدم المساواة في النوع الاجتماعي is crucial، ضروري for building a fair society، لبناء مجتمع عادل. بمعنى التغلب على مشكلة الديسكريمينيشن، التمييز على حسب النوع. اوكي، هي دي هو ده المعنى المهم جدا. الامر ده ان احنا نعالجه
علشان يكون في ايه fair society مجتمع عادل. 3. Water treatment factors space water before it reaches our homes. Overcome, purify, demonstrate, generate. طبعا احنا خدنا overcome، خدناها دي في السيشن اللي فاتت. overcome بمعنى يتغلب على، purify ينقي، generate يولد شيء أو ينتج شيء، demonstrate يشرح. نشوف أنهي واحدة بقى. هو الووتر تريتمنت يعني إيه ووتر تريتمنت؟ يعني معالجة إيه الماء أو مصانع معالجة الماء. هو الماء بيتعالج يعني نعمل فيه إيه؟ هنعرف دلوقتي من الاختيار. space water before it reaches our home، قبل ما يوصل بيتنا. يبقى احنا بنعمل فيه ايه؟ المعالجة هنعمل فيه ايه؟ نعمل له purify. to purify يعني ايه؟ تنقية او ينقي. هنا water treatment factories يعني معالجة الماء في المصانع. purify بينقي water الماء before it reaches our homes، قبل ما توصل لبيتنا. 4. Thinking about things that make you happy can have a positive impact on your space well-being. في شوية كلمات هنا حلوة بصراحة. equal, unequal, norm, mental. thinking about things thinking about things that make يعني التفكير في الأشياء التي that make you happy اللي تخليك سعيد can have a positive impact. ودي مهمة جدا جدا، اكتبوها واحفظوها. positive impact يعني أثر إيجابي. كلمة positive معناه إيجابي، و impact بمعنى تأثير إيجابي on your well-being. هنا well-being الصحة العامة بشكل عام، سواء صحة نفسية، صحة عقلية، صحة روحية، صحة جسدية كده يعني. well-being هيبقى يعمل إيه؟ your well-being. طبعا هنا mental الصحة العقلية. يعني دايما لما تفكر في الأمور الإيجابية ده بيأثر عليك بشكل إيجابي على عقلك. حتى انت لو فكرت مثلا في الثانويه العامه هي صعبه، يعني حتى لو في ماده معينه مضايقاك ولا حاجه وحطيت في دماغك ان هي دايما صعبه صعبه صعبه، ده هيأثر على طريقه فهمك، مش هتقدر تفهمها كويس. فدايما ما تبصش في الجزء اللي ايه السلبي، بص في الجزء الايجابي عشان تقدر تركز. Next 5. It's a social space to say thank you when someone does something kind for you. Equality, obstacle, norm, medicine. طبعا السوشيال ايد اللي انت تقول ثانك يو، احنا خدناه من شويه. سوشيال نورم يعني من العرف ومن العاده الاجتماعيه. when someone does something kind for you ان انت تقول ثانك يو لما حد يعمل معاك حاجه كويس. Question number 6. A traffic jam can be a significant space during your daily commute, making it difficult to reach your destination on time. طبعا لو هنا برضو السؤال ده جميل جدا جدا جدا. طبعا الاربع كلمات دولت الفور اوبشنز احنا واخدينهم، لكن هنا في السؤال نفسه في كلمات مهمه. ترافيك جام نشوف بس معناها ايه. ترافيك جام اللي هي معناها الازدحام المروري. significant خدناها قبل كده بمعنى مميز او شيء يعني great يعني. وحسب برضو المعنى، يعني significant ممكن تدي معنى ايجابي ومعنى سلبي حسب ما هنشوف دلوقتي المعنى السليم ليها في الجمله دي. significant during أثناء your daily commute. commute اللي هو الإيه؟ عارف لما أنت بتروح مثلا كل يوم المدرسة بتاعتك، يبقى أنت كده بتنتقل من مكان لمكان، ده اسمه commute. أوكي، الانتقال الديلي، الانتقال اليومي. making it difficult ممكن يخليه صعب to reach your destination، أنت توصل لمكان الوصول بتاعك on time في الوقت المحدد. نشوف بقى ده كده احنا ترجمناه ككلمات، نشوف بقى كمعنى عام. A traffic jam الازدحام المروري can be a significant. E. equality. B. obstacle. C. norm. D. medicine. طبعا هيكون ايه هو دايما الترافيك جام. الترافيك جام حاجه سلبيه، يبقى فين السلبي من هنا؟ كل ده العرف ده ايجابي، equality ايجابي، medicine الطب ايجابي هي دي. obstacle اللي هي ايه؟ عقبه. يبقى عقبه هنا يبقى significant تدي معنى ايه؟ كبير، عقبة كبيرة. اوكي. during أثناء your daily routine أثناء تحركاتك اليومية. making it difficult to reach وده يجعل ايه
صعوبة في الوصول. هنا destination المكان الذي تريد أن تذهب إليه، هي destination. on time، حتى أنت لو بتيجي تستخدم الجي بي اس وكده يكتب لك الديستنيشن إيه، يعني فين المكان اللي أنت عايز تروحه، فتكتب المكان اللي أنت عايز تروحه، ده الديستنيشن بتاعك. أوكي. 7. Attending a medical school is a step for those aiming for a career in space. Confidence, knowledge, norm, medicine. طبعا confidence معناها ثقة، knowledge معرفة، norm عادة، medicine طبعا ممكن يبقى دواء أو طب، يعني المفروض تفكر في المعنيين. attending يعني حضور أو a medical school أو الالتحاق به. هنا المعنى طبعا حضور، هي attend بمعنى يحضر، وattendance الحضور. طب هنا تدي معنى يحضر، هي مش معنى يحضر قوي، لكن الالتحاق به تدي معنى الالتحاق ب a medical school. طب سكول عارفين بمعنى مدرسة، تبقى هنا معنى مدرسة طبية مثلا؟ لا، نقول ايه، كلية طبية، لأن سكول تدي معنى للمدرسة أو الكلية. is a step for those اللي هي خطوة، step خطوة step خطوة for those لهؤلاء اللي هم aiming for a career الذين يهدفون إلى مهنة in ايه in medicine. مادام medical يبقى medicine في الطب. 8. We need to help young people overcome the space that poverty مهمة puts in their way. طيب merits, advantages, changes, obstacles. طبعا merits معناها مميزات، advantages معناها مميزات، changes معناها تغير، obstacles معناها عقبات أو عراقيل. نشوف المعنى. واضح إن دي positive ممكن تكون positive دي حسب بقى، ودي طبعا حاجة نيجاتيف. طيب we need to help young people، لازم احنا محتاجين احنا نساعد الشباب young people اللي هم الشباب overcome يتغلبوا على، كلمة overcome وخدناها قبل كده معناها يتغلب على the space. ايه that poverty اللي الفقر poverty بمعنى الفقر puts in their way بيضعوا في طريقهم، يبقى ايه obstacles. لازم نساعدهم في التغلب على عقبات على العقبات التي يضعها الفقر في طريقهم أو في مستقبلهم. يعني طبعا في كم كلمة كده حتى نحذف كده الكلام ده. خلي بالكم يا شباب من كلمة overcome احفظوها، poverty فقر احفظوها. next 9. Space and poverty are the main reasons for social conflicts. Justice, kindness, equality, tolerance. كلمات رائعة وجميلة وخدناها كلها. شفتوا يا شباب ازاي الحاجات عمالة تتكرر؟ ده احنا في يونت 2 وعمالين كل شوية نقول الكلمة دي خدناها قبل كده، الكلمة دي خدناها قبل كده. اما لما نوصل مثلا يونت 5 ولا يونت 8 هيبقى الوضع عامل ازاي؟ الوضع هيبقى حاجة تانية خالص. لو انتوا انا عارف يعني لو في حد بيتابع ان الطريقة متعبة شوية ان احنا نحط definition، نحط example لكل كلمة، امر مش سهل، لكن صدقوني هيفرق كتير جدا 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 في مستوى اللغة عندكم. واحنا قلنا الاختبار في الثانوية العامة بالنسبة للإنجليش مش بيعتمد على المنهج بتاعك، هو بيعتمد على ليفل معين هو عايزك توصل ليه. انت لو وصلت له هتحقق نتيجة، ما وصلتلوش مهما ذاكرت ما وصلتش للليفل اللي هو طالبه منك مش هتجيب نتيجة. طيب هل الطريقة دي يعني او الطريقة في مذاكرة اللغة كده يعني في حد تاني بيذاكر ما هي مدارس اللغات كده، مدارس اللغات والانترناشونال كده ما بيدوش هناك كلمة مثلا عربي وكلمة انجليش. اوكي، فعشان كده هم لما بيجوا في الثانوية العامة مدارس اللانجوج سكولز بشكل عام، يعني الانترناشونال ليها حاجة تانية، ما بيتعبوش وربما ما يكونش بيذاكروا انجليش او بيقروه كده وخلاص. يعني انا عندي طلبه يا دوبك هو بيسمع، هو قاعد معايا يسمع المعلومه ويحل عليها وهو قاعد وخلص الموضوع، ما يفتحش كتاب تاني الا ما يشوفني تاني. ليه؟ ما هو وصل لليفل معين خلاص، الموضوع الانجليش انتهى بالنسبه لي. ودايما انا بقول للطلبه الانجليش واللغه التانيه من المواد مفروض، يعني من المواد التقفيل، من المواد اللي بترفع مجموعك ان انت تقدر لو حتى عفقت يعني في حاجه من المواد التانية، مثلا انت لو كنت علمي في المواد العلميه شويه يعني ده بيعوض.
لكن لو أخفقت في الغالب اللي ما بيجيبش درجة كويسة في الإنجليش أو في اللغة التانية في الغالب ما بيجيبش مجموع للأسف يعني. فليه؟ لأن هي مادة سهلة وأنت ما جبتش فيها درجة تعتبر. هيقول لا ده في كتير بيقولوا لي عندي مادة صعبة. لا، هو بس ما ذاكرش كويس في السنين، أو صح في السنين اللي فاتت، وبرضه في نفس الوقت مصر على طريقته اللي هي غلط أصلا برضه في تالتة ثانوي، فمش هتحقق نتيجة. مش هتحقق نتيجة. ذاكر صح حتى لو ما قدرتش تخلص المنهج كله، وثق تماما إن شاء الله هتحقق نتيجة كويسة جدا 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 حسب مستواك. يعني أنت لو مستواك كان ضعيف، ومفروض لو كنت دخلت على المستوى ده وبالطريقة اللي أنت بتذاكر بيها وجبت مثلا يا دوب نجحت بالعافية في السنين اللي فاتت في الإنجليش وكان عقدة، وأنا أعرف طلبة يقولوا الإنجليش ده بالنسبة لينا عقدة. لو ذاكرت صح السنة دي بدل ما تجيب 25 من 50 هتجيب 40 من 50 مثلا. ما أنا مش هوسع لك الدنيا وأوهمك إن أنت هتجيب 50 من 50، لا، بس هتجيب 40 مش هتجيب 25، هتجيب 42 مش هتجيب 30، وهكذا. اوكي. طب لو واحد اصلا مستواه كويس يبقى هيسمع المعلومه بشكل كويس بالطريقه المفروض يذاكر بيها، بالتالي يبقى هو كويس، بس بدل ما يجيب 42 هيجيب 48، ممكن يجيب 50، ممكن يجيب 49. اوكي. Space and poverty are the main reasons for social conflicts. طيب هنا poverty اللي احنا قلنا معناها الفقر are the main reasons. sorry the main reasons يعني الايه، الأسباب الرئيسية. هنا مين معناها رئيسي، وريزنز معناها أسباب رئيسية لإيه؟ for social conflicts. social إحنا أخدناها قبل كده بمعنى اجتماعي، وconflicts معنى صراعات اجتماعية. إيه بقى هو إيه والفقر هم الأسباب الرئيسية للصراع الاجتماعي؟ هل الجاستس اللي هو العدل، كاندس اللطف أو الحاجة الكويسة، inequality عدم المساواة، tolerance التسامح، طبعا هي inequality. خلاص، لأن inequality والpoverty تعتبر من الأمراض الاجتماعية. اوكي كده احنا خلصنا المجموعة الأولى، وهنبدأ في المجموعة الثانية إن شاء الله. next دي طبعا المجموعة الثانية زي ما انتم شايفين، برضو ناخد ليها سكرين شوت وهنتعامل معاها one by one. أول كلمة زي ما انتم شايفين قدامكم اللي هي كلمة الكلمة شكلها طبعا مش غريب عليكم خالص، وتقولوا المستر ليه حاطط لنا الكلمة ديت، طبعا موجودة عندكم في منهجكم. هي كلمة win، لكن win هنا احنا واخدينها وعارفينها من زمان قوي اللي هي بمعنى ايه، يفوز ده verb، لكن هنا هنعرفها كنون. معناها ايه؟ معناها فوز. اوكي طيب. طب يا مستر ما كلمة فوز سهلة وما فيهاش حاجة، ايه الكلام الكتير الموجود في الديفينيشن؟ مش مشكلة دلوقتي، احنا اعتبر نفسك ان احنا بناخد درس ريدنج دلوقتي. اوكي. درس ريدنج يعني ايه؟ يعني هتقرا هتلاقي فوكاب جديد، وبالتالي ممكن تكتبه وتدونه وتحفظه. يعني الهدف دلوقتي مش ان احنا ناخد كلمة وين معنى يفوز، لكن الهدف احنا بناخد هي وسيلة بس عشان ان ايه نعلي اللغة عندنا. اوكي طيب نقرا كده ونشوف. to achieve first position and or get a prize in a competition, election, fight, etc. بمعنى طبعا موجود في التعريف دوت كلمات مهمة بصراحة. معناه to achieve معنى يعني تحقق first position المكانة الأولى and or وتحصل على أو تحصل على get يعني a prize جائزة in a competition في مسابقة election انتخابات fight fight مثلا طبعا هو fight في سبورت يعني في رياضة مثلا زي رياضة الكاراتيه الكونغ الكلام ده. اوكي ده الديفينيشن. طب example she celebrated her first win in the tennis tournament. celebrated يعني هي احتفلت بفوزها الأول، فوزها الأول in the tennis tournament في بطولة التنس. طبعا هنا في شوية كلمات مهمة زي achieve اكتبوها يا شباب، اللي مش عارف يكتبها معناها يحقق، position مكانة، prize جائزة، competition مسابقة، election انتخابات، fight اللي هو الفايت أو العراك بس بشكل رياضي يعني. وهنا عندنا celebrate بمعنى يحتفل،
tournament خدناها احنا tournament قبل كده بمعنى بطولة. اوكي، بس بطولة بتبقى فيها كذا مرحلة يعني. طيب next، الكلمة اللي قدامنا واحنا شايفينها كلمة encourage، ودي ايه ده verb. بنقول منها ايه يا مستر اللي فكرنا؟ encouragement، مجرد نزود في الاخر MENT، بمعنى ايه؟ يشجع. طيب المعنى in English to make someone more likely to do something or to make something more likely to happen. يعني تجعل شخص more likely، زيادة احتماليته to do something فعل شيء. يعني ايه؟ ممكن يكون هو مش عايز يعمل حاجة معينة، خايف من حاجة معينة، فأنا أعمل ايه؟ encourage him أو encourage her to do it. بشجعه إنه يعمل الشيء ده، بعمل له motivation، تحفيز وحث إن هو يعمل هذا الأمر. more likely معناها زيادة احتمالية، or to make something more likely to happen، أو تخلي شيء بشكل عام ممكن يحصل، تشجع على فعل معين بشكل عام. example، we were encouraged to learn foreign languages at school. يعني إحنا تم تشجيعنا to learn foreign languages، في تعلم اللغات الأجنبية at school، في المدرسة. طبعا هنا ما فيش كلمات أو صعبة، كله معروف وخدته قبل كده. next، march. طبعا كلمة march دي verb، أو الكلمة دي verb، معناها إيه؟ يزحف أو يتظاهر. أوكي، ده المعنى العربي. المعنى الإنجليش to walk through a public place as part of a public event. ليه؟ to express support for something or disagreement with or disapproval of something. يعني ايه الكلام ده؟ على فكرة في شوية كلمات مهمة قوي بتجينا في الايه في translation بشكل عام. to walk through يعني تمشي. through ايه؟ في ايه؟ a public place، مكان عام. as part of a public event، كجزء من حدث عام. اوكي، يعني حاجة كده الناس كلها اجتمعت في مكان معين عشان حاجة معينة. ليه؟ يعني هم اجتمعوا ليه؟ to express للتعبير على support، تأييد for something، تأييد شيء، أو مش شرط تأييد، ممكن تبقى حاجة تانية، or disagreement أو عدم الموافقة على شيء، or disapproval أو برضو معناها عدم الموافقة أو عدم تأييد شيء معين. يبقى أنت مجموعة من الناس بتتجمع إما لتأييد، يا إما يبقى عدم تأييد أو ضد، التعبير عن الموافقة أو التعبير عن الرفض. ده اسمه إيه؟ الفيرب إيه؟ الحركة اللي هم عملوها ديت وتحركهم في التجمع بتاعهم ده اسمه ماتش. اوكي، يزحف او يتظاهر. طبعا يتظاهر ده المعنى اللي احنا كاتبينه، يزحف دي دايما في مع السولجرز، مع الجنود. اوكي، يزحفون لملاقاة العدو. اوكي، وفي سؤال عليها هتلاقوه بالمعنى ده. طيب ناخد example. over 4,000 people marched through London today to protest against the proposed new law. يعني حوالي ما يزيد عن هنا بمعنى ما يزيد عن 4,000 شخص مارش، يعني تظاهر through London، في لندن. today النهارده. ليه؟ to protest يعني ايه؟ لكي يحتجوا against the proposed new law. كلمة proposed new law معناها القانون الجديد المقترح. يبقى هم كانوا بيحتجوا ضد القانون الجديد المقترح. هنا في شوية كلمات مهمة نمسح ده كله ونشوف. public place مكان عام، وكلمة public هناخدها بعد شوية. express بمعنى يعبر. support يؤيد أو يساند. disagreement لا يوافق. disapproval برضو عدم الموافقة. اوكي. protest هنا برضو يحتج، وبتاخد اهو against. proposed مقترح، وطبعا law معناها قانون، وعلى بعضها القانون الجديد المقترح. next، explain ده ايه؟ ده verb معناه يشرح. اظن عارفين explain دي معناها يوضح او يشرح. طب معناها in English to make something clear، ان انت تخلي شيء واضح or easy او سهل. يعني انا لما باجي اشرح لكم دلوقتي بخلي لكم الحاجه المفروض سهله او اوضح.
to understand لكي نفهم or describing أو نوصف or giving information أو إعطاء معلومة about it عن أي topic معين أو subject معين. أوكي، ده معنى explain in English. طب example: the teacher explained the rules to the children. التيتشر شرح القواعد للأطفال. طيب هنا في كلمات جديدة، أظن الدنيا واضحة ما فيهاش كلمات هي جديدة. vision دي إيه؟ ناون يا مستر، أهو ناون معناها إيه؟ رؤية إيه بقى؟ كذا نوع من الرؤية عندنا، هنشوف دلوقتي. an idea يعني فكرة or mental image أو صورة عقلية. بمعنى إيه صورة عقلية؟ برضو هوريك دلوقتي يعني إيه صورة عقلية of something لشيء. أول معنى أو أول example معنى: he didn't have the mental vision required for a politician. يعني هو ما عندوش المنتال المنتال فيجن، بمعنى هنا الرؤية أو الصورة المفترضة أن يكون عنده في ذهنه العقلية المطلوبة لأي politician، للسياسي بشكل عام. يبقى هنا معناه إيه؟ رؤية عقلية، عنده تصور، بمعنى تصور عقلي داخل عقله بخصوص الإيه كونه politician. لأن البوليتيشن السياسي بيبقى ليه لازم رؤى معينة، توجه معين، أوكي، ليه وجهة نظر معينة في الحياة السياسية بشكل عام. ما عندوش الرؤية دي يبقى مش هيبقى سياسي محنك زي ما بيقول. ده المعنى بتاع mental image أو mental vision. طيب هنا السؤال ده سؤال: what's your vision of your future؟ هنا ممكن أسألك إيه هو تصورك لمستقبلك، إيه هي رؤيتك لمستقبلك. حتى لما في حد بيعمل interview ولا حاجة يجي يقول له أنت شايف نفسك إيه بعد 5 سنين؟ ده 5 سنين ده بعيد أوي. لما حد يجي يسأل شايف نفسك إيه بعد 5 سنين، بعيد. ده المفروض شايف نفسك إيه بعد 2 سنين، بعد سنة. دلوقتي العالم بقى أسرع. اوكي، يبقى what's your vision of your future؟ ايه رؤيتك بالنسبه للمستقبل؟ فتقول انا رؤيتي ان انا عايز اكون مثلا دكتور، عايز اكون مهندس، عايز بالتالي عايز في مهارات معينه عايز اتعلمها، في لغه عايز لازم ارفع مستواي فيها، لان دلوقتي في توجه اللي مثلا عايز يسافر بره لازم يكون معاه ايلتس وكده، ولازم يكون جايب باند معين ما يقلش عن مثلا 6.5 لو كان مش متخصص في اللغة، ولو كان يبقى 7.5 على الأقل لو هو متخصص في اللغة وكده. فدي كلها لما تقول لي أنت الكلام دوت أو أفهم منك إن أنت عارف الكلام دوت، يبقى أنت عندك فيجن، رؤية واضحة لمستقبلك. أوكي، وبتبدأ تتحرك على أساسها. هنا في فيجن لمعنى تاني خالص. He had visions in which he saw Prophet محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه هنا الفيجن بمعنى دريم بقى، حلم وشاف رؤية، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمة prophet معناها النبي محمد. طبعا هنا في شوية كلمات برضو: idea عارفينها، فكرة، mental image يعني تصور عقلي أو صورة عقلية، اللي هي برضو ممكن نعتبرها اللي هي mental vision. هي mental بمعنى عام يعني بمعنى عقلي، require يعني يتطلب، politician سياسي، واكتبوها واحفظوها. prophet نبي. adventure دي noun معناها ايه؟ مغامرة، حاجة كده بتعمل فيها نوع من الاكسايتمنت يعني بشكل عام، او حاجة بتعملها exciting كده، حاجة مثيرة يعني. المعنى in English: an unusual exciting and possibly dangerous activity such as a trap or experience or the excitement produced by such an activity. يعني ايه الكلام دوت؟ هنشوفه دلوقتي. an unusual exciting and possibly dangerous activity يعني نشاط خطير، مثير، غير معتاد. يعني انا بوصف كده كلمة activity او النون activity بكذا ايه صفة. اوكي، يبقى هو نشاط غير معتاد، او ممكن نشاط مثير، او نشاط خطير. طب possibly دي يعني من الممكن، من المحتمل. الله، طب وليه يا مستر محطوطة ال واي؟ نفكر شوية. لان انا بعمل كواليفاي دلوقتي، الكاتب الرايتر او انا كواليفاي دينجرز. يعني ايه
بدي درجة بوصف كلمة dangerous. طب لا dangerous دي ايه؟ adjective. لما احب اوصف adjective او to qualify an adjective بستخدم adverb، وده هناخدها بعدين في الجرامر. اوكي، بس ده تطبيق قدامك اهو انت شايفه بعينك. such as مثل attract. عشان لما يجي لنا ليه تاني، لما يجي لنا اختيار ويجي لك مثلا صفة وتحط قبل الصفة حاجة تانية، مش هحط ايه؟ الصفة ما توصفش الصفة، لكن الادفيرب بيصف الصفة، يبقى باخد حاجة adverb زي possibly. يعني طبعا الادفيربس ديت بتبقى ليها اشكال كتير، منها طبعا الاساس بتاعها ان هو بيبقى اخره ال واي، لكن في طبعا اشكال تانية للادفيربس كتير، طبعا مش هنتكلم عنها دلوقتي، بعدين بقى. attract or experience يعني مثل تراب رحلة أو تجربة حياتية أو موقف حياتي يعني. or the excitement produced أو الإثارة الناتجة بسبب such an activity، بسبب ذلك النشاط أو الفعل. طيب example she had some exciting adventures in Egypt، يعني هي اتعرضت أو مرت ببعض المغامرات الرائعة الجميلة المثيرة in Egypt في مصر. هنا في شوية كلمات كده نشوفها unusual، اكتبوها غير معتاد. exciting أظن عارفينها معناها مثير. dangerous معروفة خلاص. such as يا ريت مهمة جدا عشان بنستخدمها في الرايتنج في كتابة الباراجراف والكلام دوت. such as معناها مثل. trip رحلة. experience بمعنى خبرة أو تجربة حياتية، مش شرط يكون work experience يعني تجربة عمل، لا ممكن يكون موقف مريت بيه في حياتك. excitement الإثارة produced by نتج عن such ذلك activity. اوكي، وهنا ما فيش حاجة. next argue. argue معناها ايه؟ يجادل. طبعا انا مش هسمع، يعني لو في كلمات معينة هشغل فيها صوت النيتيف سبيكر لما بحس ان هي الكلمة دي صعبة وانت محتاجين تسمعوها يعني، لكن في بعض الكلمات سهلة كده وواضحة خلاص، عشان الوقت بس يعني الوقت بتاع السيشن ما يطولش مننا قوي. هنا طبعا معناها يجادل argue to give the reasons for your opinion, idea, belief، يعني تعطي أسباب لرأيك، فكرتك، اعتقادك، وهكذا. اوكي، belief معناها اعتقاد. example my brother and I often. خلي بالكم بس قبل ما نكمل، دايما الارجيو بيبقى فيها قدر من المعنى السلبي شويه، يعني بيبقى فيه جدال ونقاش بايه، وممكن يكون فيها قدر من الخناقه كده يعني، بس بالكلام. اوكي، يبقى my brother and I often argue about which program to watch, each of us giving our reasons for our preferred choice. يعني احنا بنقول انا واخويا دايما بنتناقش ونجادل نتخانق مع بعضينا بالكلام يعني about which program to watch، عن انهي برنامج نشوفه. each of us كل واحد مننا giving our reasons، بندي اسبابنا for preferred our preferred choice، اختيارنا المفضل. يعني كل واحد بيقول ايه، انا عايز البرنامج ده عشان ده كذا 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 وحلو في كذا كذا، والتاني يقول نفس الشيء. اوكي، هنا في شوية كلمات نكتب على بعضها كده. give the reason يعني يعطي مبررات. opinion رأي. belief اعتقاد. هنا خلي بالكم لما باجي اتكلم وانا بكتب كده حتى في الرايتنج، لما بكتب عايز اقول انا واخويا، احنا بالعربي نقول انا واخويا، بالانجلش نقول ايه، اخويا وانا، يعني بايه الشخص التاني الاول and I، ما اعملش العكس، ما اقولش I and my brother. اوكي، خلي بالك argue بتاخد preposition about، من ضمن البروبوزيشنز اللي ممكن تيجي مع argue. preferred يعني المفضل، choice الخيار المفضل، الاختيار المفضل. next نبدأ يا شباب في الاكسرسايز. يلا check your understanding. Number 1. The team celebrated their big space in the championship game. Encourage, match, explain, win. أنهي واحدة من دول؟ The team celebrate يعني التيم احتفل. celebrate بمعنى ايه؟ احتفل بإيه؟ their big A in the championship. طبعا championship معناها البطولة، يبقى احتفلوا بإيه؟ هنحتفل بإيه؟ بالوين.
بالفوز. وده ايه؟ ده noun، خلي بالكم noun مش verb. ها noun. next 2. The teacher always tried to space her students to do their best. طب التيتشر بتعمل ايه، او التيتشر بيعمل ايه؟ بيحاول في ايه مع الطلاب بتاعهم؟ argue، يجادل معاهم ويفضل يجادل معاهم في كل حاجة، ولا encourage، يشجعهم، ولا vision، رؤية، ولا adventure؟ طبعا هي encourage، يشجعهم، دايما بيشجعهم، يعمل لهم motivation. The soldiers began their speeds towards the enemy. Vision encourage much adventure. The soldiers began their ايه؟ soldiers معناها ايه يا شباب؟ جنود. began their ايه؟ towards، تجاه the enemy، العدو. بيعملوا ايه؟ هو المعنى اللي ما حطيتش عليه، ولا حطيت الديفينيشن بتاعه، ولا حطيت عليه اكزامبل، لكن حطيته بالعربي. يزحف، احنا قلنا ماتش معنى يزحف، زحفوا تجاه العدو. Can you please space the process step by step? Vision, adventure, march, explain. يبقى can you ايه؟ انا بقول لك الايه، الطريقه، process معناها العمليه او الطريقه، step by step، خطوه بخطوه. يبقى انا عايز منه ايه؟ يشرح لي، يبقى explain. Okay. Next. 5. The artist had a clear of what the final painting should look like. artist، الفنان، عنده ايه واضح او واضحه of what the final painting، ان الرسمه النهائيه should look like، هيبقى شكلها عامل ايه في الاخر. يعني رسمته برسمها هيبقى شكلها عامل ايه في الاخر. يبقى دي ايه؟ يبقى عنده ايه بالنسبه لنهايه البينتنج، نهايه الرسمه؟ ها، انهي واحده من دول؟ فيجن، عنده رؤيه. زي ما اقول لك انت، هل انت ايه رؤيتك بالنسبه لمستقبلك اللي هو لسه هيجي؟ يعني فيجن، رؤيه. Question number 6. Traveling to a new country is always an exciting، يعني السفر لبلد جديدة is always، بتبقى an exciting vision، adventure، much، win، طبعا adventure، مغامرة جميلة مثيرة ان انت تروح بلد تانية. 7. The siblings would often space about who got to use the computer first. siblings هم ايه؟ جميلة جدا الكلمة ديت وجديدة عليكم، يا ريت تكتبوها وتدونوها. معناها الأخوة والأخوات، سواء بنين أو بنات. الإخوات يعني would often ايه؟ دايما الإخوات بيعملوا ايه مع بعضيهم؟ ها، دايما الإخوات بيعملوا ايه مع بعضيهم في كل حاجة في الغالب؟ يعني أنا عايز أتفرج على هنا، عايز أتفرج على التلفزيون الفلاني، أنا عايز أستخدم الكمبيوتر الأول، هم عايز أستخدم بقى البلاي ستيشن. بيحصل ما بينهم ايه؟ often ايه؟ argue، بيتجادلوا. والجدال هنا نقاش، ممكن يكون فيه قدر من الحدة، وممكن يكون فيه قدر من الخلاف. وكده خلصنا المجموعة التانية، وهنبدأ في المجموعة التالتة يا شباب. next نشوف بقى المجموعة التالتة. ناخد ليها سكرين شوت وهنتعامل معاها one by one. طيب swing. swing طبعا واضح ان هي noun، مكتوب يعني ان هي noun اهي noun. طبعا من الصورة والمعنى ورجوحها، ومن الصورة واضح ان هي المرجحة يعني. اوكي. طيب طالما انا حطيت الصورة، فمش محتاج ان انا احط ايه؟ definition. The children took turns on the swing، يعني الأطفال تتناوب على الايه؟ swing، على مرجحة، يعني بتدور كده بيلعبوا على المرجحة. laughing and enjoying، بيضحكوا مستمتعين. the sunny day at the playground، في الملعب. اوكي، ما فيش كلمات صعبة هنا، هي مجرد نحفظ كلمة ايه؟ swing. next note. note دي verb، معناه ايه؟ يلاحظ. وليها معنى تاني، معناه يدون ملاحظات مهمة. اوكي، او اقتراحات او اي شيء زي كده يعني. يبقى المعنى الاولاني اهو to notice something، يعني تلاحظ شيء.
التاني واحدة المعنى التاني to give your attention to something by discussing it or making a written record of it. يعني to give your attention يعني تلقي انتباهك لإيه؟ لشيء by discussing it بإنك بتناقشه، يعني بتنتبه لشيء بتلقي انتباهك لشيء معين إن أنت بقى بتبدأ تشوفه تبص عليه تناقشه. or making a written record ودي مهمة جدا، أو تسجل ملاحظات مثلا عن هذا الموضوع. أوكي، يبقى هي ليها معنى تلاحظ شيء أو تدون شيء نتيجة الملاحظة. طيب example Sarah couldn't help but note the beautiful sunset as she walked along the beach. معناها إيه؟ أنا حاطط حتى المعنى هنا بالعربي عشان الحتة دي. Sarah couldn't help but لم تستطع سارة إلا أن، مش هنا مش couldn't help معناها لم تساعد أو لم تستطع أن تساعد، لا لم تستطع سارة إلا أن إيه؟ note the beautiful sunset إنها تشاهد هذا الجمال في الغروب، هذا جمال الغروب as she walked along the beach وهي ماشية على طول الشاطئ. أوكي، يبقى كان واضح جدا إيه جمال الغروب وهي لاحظته. وهنا عندنا الكلمة التارجت هنا word بتاعتنا اللي هي note. The second one المثال الثاني during the meeting أثناء الاجتماع the manager asked everyone to note any concerns or suggestions they had for the upcoming project. يعني أثناء الاجتماع during the meeting أثناء الاجتماع the manager المدير asked everyone طلب من كل واحد to note any concern. هنا note بمعنى إيه؟ يسجل أي حاجات مهمة أو شايف هو مهتم بيها أو شايف إن هي مهمة or suggestions اللي هي الاقتراحات، أي اقتراحات يعني بخصوص زي had اللي كانت لديهم يعني for the upcoming project للمشروع القادم. طبعا واضح هنا في شوية كلمات المفروض نوضحها أكتر. احنا خدنا الكلمة الأساسية النوت اللي هي تساوي برضو notice، الاتنين يعني بمعنى يلاحظ. give attention بيسموها يعير انتباه ليه. اوكي، discussing or discuss يناقش. a written record يعني تسجيل او مدونة مثلا مكتوبة. الاكسبريشن ده couldn't help but لم تستطع إلا. sunset الغروب طبعا meeting معناها اجتماع، manager مدير، concerns اهتمامات، suggestions اقتراحات، the upcoming project على بعضها معناها المشروع القادم. اوكي، دي كلمات كلها مهمة. noticeable دي بقى نسمعها noticeable تاني noticeable يبقى هي noticeable. اوكي، easy to see or recognize يعني سهل عليك ان انت تشوفه او تتعرف عليه. اوكي، ده المعنى بالانجليش. example after a few weeks of practice there was a noticeable improvement in the students' performance in mathematics. جميلة الجملة دي، يعني بعد أسابيع قليلة من التدريب. practice يعني التدريب. there was a noticeable improvement يعني كان في تحسن ملحوظ in the students' performance معناه أداء الطالب in mathematics في مادة الرياضيات. طبعا في شوية هنا كلمات نشيل كل اللي قدامنا. recognize معناه يتعرف على، practice معناه هنا ممارسة دي noun، improvement تحسن، performance أداء، mathematics رياضيات مادة الرياضيات. next obvious تسمع obvious نسمعها obvious برضو. هنا في الأو بي ننطق زي هنستنى نعمل كده القلم. الأو بي obvious. اوكي، الكلمة دي شوية كده فيها confusion في النطق بتاعها، بس احنا نسمعها كتير ونرددها ان شاء الله الأمر هيبقى بسيط وسهل. طبعا دي
adjective صفة معناها ايه؟ واضح. خدنا احنا كذا كده كذا كلمة اللي واضح يعني. هنا معناها easy to see، نفس الشيء اللي احنا خدناه في noticeable، easy to see recognize or understand. اوكي طيب زي هنا المثال عندنا it's obvious that she doesn't like him، من الواضح ان هي مش بتحبه او مش معجبة بيه. اوكي وهنا دي adjective. في كلمات ما فيش هنا كلمات كلها خدناها قبل كده. next pattern. pattern ده ايه؟ noun معناها ايه؟ نمط او صيغة. في كلمة كده قريبة من كلمة pattern template. يعني ايه اول حاجة نمط او صيغة؟ يعني نموذج. يعني مثلا احنا عندنا في الانجليش في حاجة lesson plan. lesson plan اللي هو خطة الدرس وكده. يجي مثلا عايزين نعمل نعمل باترن اللي كل المدرسين مثلا يمشوا عليه او يتبعوه علشان يعملوا lesson plan لاي درس مثلا لسنة ثالثة ثانوي. اوكي اسمها ايه؟ اسمه باترن او ممكن نسميه ايه؟ template. اوكي template TMPLATE. اوكي template برضو معناها زي باترن كده، هو نموذج لاي حاجة. اوكي او نمط او صيغة. نشوف المعنى in English. A particular way in which something is done, is organized or happens. بمعنى a particular way يعني طريقة خاصة in which اللي فيها something is done، حاجة بتحصل بتتم يعني، is organized أو تنظم بشكل معين or happens أو تحدث بشكل معين. طب ناخد example يا مستر عشان نفهم أكتر. أهو the pattern of family life has been changing over recent years. يعني نمط الأسرة أو حياة الأسرة has been changing تغير over recent years في السنوات الأخيرة. recent هنا بمعنى إيه؟ السنوات الأخيرة. أوكي طب في كلمات هنا ما فيش، أنا مش شايف إن في كلمات صعبة هنا. next public مع دي noun و adjective. طب noun يعني إيه؟ هنقسمها كده. noun بمعنى الجمهور أو الشعب. طيب adjective بمعنى إيه؟ عام أو محبوب، حاجة عامة ما بين الناس كلها. طب نشوف example. The politician addresses the public discussing important issues that concern the entire community. The politician address دي يعني إيه؟ البوليتيشن احنا خدناها اللي هو السياسي، خاطب الجمهور، ألقى خطبة على الجمهور، معناها كده. هنا بمعنى الشعب أو الجمهور أو الناس. discussing مناقشا important issues قضايا مهمة that concerns the entire community التي تهم the entire community المجتمع ككل. في هنا شوية كلمات رائعة. طيب second one أو the second example. The park is a public place أو is a public space يعني مساحة أو مكان عام. الحديقة مساحة عامة where people from all walks of life ناس من جميع مناحي الحياة. يعني إيه؟ من جميع الطبقات، معناها كده people from all walks of life، ناس من جميع الطبقات can come together ممكن يجتمعوا مع بعض to relax لكي يسترخوا and enjoy outdoor activities ويستمتعوا بالإيه؟ بالأنشطة الخارجية. يعني إيه outdoor؟ هنا هنتكلم عنها دلوقتي، بس أنا هشيل الدوشة دي الأول. ناخد بس المعاني الكلمات وهنوصلها لأوتدور. politician قلنا سياسي، address يخطب أو يلقي الخطبة، discuss قلنا قبل كده يناقش، important issue الissues اللي هي قضايا هامة أو قضايا يعني concern تهم the entire community المجتمع ككل. طيب اللي بعديها the park يعني متنزه، public place مكان عام. هنا قلنا التعبير ده from all walks of life people from all walks of life معناها ناس من جميع نواحي الحياة أو مناحي الحياة. يعني مناحي الحياة يعني من طبقات مختلفة. come together يجتمعوا يسترخوا and enjoy يستمتعوا بالإيه؟ outdoor activity بالأنشطة الخارجية. يعني إيه أنشطة خارجية؟ يعني إيه outdoor؟ أي حاجة بره البيت، بره المكتب، بره الحيطان خالص بتبقى outdoor activities. أنشطة زي كرة القدم، الواحد يقعد بشكل عام يجري،
كل دي outdoor activities. طب اللي جوه البيوت وجوه الحيطان اسمها indoor activities، أنشطة داخلية. أيا كان النشاط، ممكن لعبك أو عادك على الكمبيوتر والإنترنت داخل شقتك أو داخل مكتبك، ده indoor activities. طيب next recognize. ده verb بمعنى إيه؟ آه، ده verb بمعنى يتعرف على. يعني إيه in English؟ To know or admit that you have seen or met someone or something before because you are already familiar with them. بمعنى أنت تعرف أو تعترف إنك شفت أو قابلت الشخص أو شيء من قبل. because you are already familiar with يعني تشعر كده بالألفة مع هذا الشيء، مع هذا الشخص، وهكذا يعني أنت شفته بكده. حتى ممكن تشوفنا واحد تقول أنا عرفتك، أنا أول ما شفت فلان الفلاني على الرغم إن هو كبر مثلا، بس إيه I recognized him، أنا قدرت أتعرف عليه. أوكي. طيب الإكزامبل. After many years, Mary was still able to recognize her childhood friend in the crowded airport. يعني بعد سنوات عديدة ماري ما زالت قادرة على إنها تتعرف على صديقة طفولتها. دي هنا her childhood friend، صديقة طفولتها in the crowded airport، في الإيربورت المزدحم. من كل الزحام قدرت تعرف هي دي صاحبتها اللي كانت تعرفها مثلا من 20 سنة. طيب نشوف بقى نشيل ده كله، شوف بعض الكلمات. خلي بالكم admit يعني يعترف، familiar with يعني يشعر بالألفة معه، recognize اللي هي الكلمة بتاعتنا، childhood friend صديق طفولة، crowded مزدحم، وairport مطار. بس كده. نبدأ بقى نعمل إيه تدريب. Number 1 please space the date and the time of the upcoming meeting on your calendar. calendar معناها الإيه؟ اللي هو التقويم، الشهور والسنين والكلام ده. بس هنا مش هتبقى بالمعنى ده، هنعرف دلوقتي. please the date and the time of the upcoming meeting on your calendar. يبقى نعمل إيه؟ أنا قصدي من فضلك اعمل إيه؟ طبعا من دوت note. من الكلمات دي عندنا note، swing، obvious، recognize. أنهي واحدة هتنفع؟ احنا كده احنا محتاجين verb هنا، وهنا الverbs الموجودة ده وده. لكن كمعنى ده معناه يتعرف على، لكن ده معنى يدون ملاحظات أو يدون أو يكتب حاجة بمعنى بشكل عام. هي طبعا هي دي الصح. بمعنى please من فضلك note the date and time يعني دون التاريخ والوقت of the upcoming meeting للاجتماع القادم on your calendar في الايه الكالندر في المفكرة بتاعتك. كانت تدي معنى ايه مفكرة. 2 it was a space from his expression that he hadn't expected the surprise part. it was a from his expression بمعنى ايه يا شباب؟ يعني من تعبيره كده that he had not expected إنه لم يكن متوقعا the surprise party تلك الحفلة المفاجئة. يبقى من إيه بقى؟ يبقى it was noticeable، يعني من الواضح. احنا خدنا noticeable معناها إيه؟ واضح. من الواضح من تعبيرات وشه مثلا that he hadn't expected the surprise party. Next 3 the children laughed joyfully as they took turns on the playground. بعد كده space. They took turns يعني إذا احنا قلناها خدناها في الشرح معناها يتناوب أو بتدور في إيه بقى؟ في البلاي جراوند، وعمالين يضحكوا ويلعبوا. أكيد swing. تمام. طبعا أنا بحل بسرعة لأن أنا بعتبر إن أنا بتوقف الفيديو مع كل question الأول، وبعد كده تحل، وبعد كده تسمع مني الحل. Okay. 4 after weeks of training there was a space improvement in her running speed. Noticeable pattern public recognize. طبعا المعنى هنا واضح، يعني خدنا مثال زي ده قبل كده.
after weeks of training بعد أسابيع من التدريب there was a space improvement. هنا طبعا improvement معناها إيه؟ تحسن. يبقى إيه؟ طبعا الواضح جدا noticeable اللي هي A. Okay. Next. The teacher drew a sample space of stars on the whiteboard. يعني التيتشر رسم نموذج. sorry أنا كده قلت الحل. المهم يعني إيه؟ sample إيه؟ a sample إيه؟ ها؟ pattern. يبقى نموذج بسيط of stars on the whiteboard. Next. Question number 6. After reading the book, I could space the authored writing style. author يعني إيه author؟ اللي هو writer كاتب يعني أو مؤلف. style يعني طريقة الكتابة بتاعته. يبقى قدرت إيه طريقة الكتابة بتاعته بعد ما قريت؟ طيب أنهي واحدة A or B or C or D؟ طبعا هي C. recognize. قدرت أتعرف على طريقة الإيه أو ستايل الكتابة بتاعته. 7. The museum is open to the on weekends. الميوزيوم اللي هو المتحف مفتوح لإيه في الأجازات؟ طبعا للإيه؟ to the C public للعامة للجمهور للناس. وده كده احنا كده خلصنا المجموعة ونبدأ في المجموعة اللي بعديها إن شاء الله. next. الجروب التانية اللي جاية هي جروب طبعا ايه 4. خدوا يلا سكرين شوت للكلمات وهنتعامل معاها one by one. اوكي. أول كلمة زي ما انتم شايفين قدامكم remarkable. هنا remarkable اللي هي بمعنى بارز أو ملحوظ. اوكي. طبعا دي ايه؟ برضو دي adjective وده المعنى العربي بتاعها. نشوف الإنجليش. unusual or special and therefore surprising and worth mentioning. يعني ايه؟ يعني حاجة غير معتادة. or special هنا بمعنى مميزة يعني. and therefore لذلك surprising بتبقى مدهشة. worth mentioning يعني تستحق الذكر وإن احنا نتكلم عنها. طيب example. The 20th century was remarkable for its inventions. يعني القرن العشرين دي معنى قرن century was remarkable يعني يتميز ب its invention بالإيه؟ بالاختراعات اللي فيه. طيب نسمعها أنا ما سمعناش. remarkable. تاني remarkable. أوكي. طيب الكلمات اللي هنا اللي ممكن نكتبها بقى لوحدها. special هنا مش هنقول خاص لكن هنقول ممكن نقول مميز. unusual غير معتاد. therefore معناها لذلك مهمة. surprising يعني مدهش. worth معنى تستحق. mentioning معناها الذكر. طبعا كلمة century معناها قرن و inventions معناها اختراعات. نكمل. treat. treat هنا بمعنى ليها كذا معنى. treat هي أولا verb. اوكي. معناها يعالج أو يعامل أو يعزم. اوكي. المعنى الأولاني اللي هو يعالج to provide medical care يعني توفير أو مد بالإيه الميديكال كير اللي هي الرعاية الطبية. المعنى التاني اللي هو يعامل اللي هو to handle or deal with. الاثنين معناهم يعامل handle و deal. اوكي. with a someone or something يعني ممكن تتعامل مع شيء أو تتعامل مع ممكن أقول لك إزاي بتتعامل مع المشكلة دي يبقى دي something أو مع الشخص ده يبقى ده someone in a specific way بطريقة معينة. طيب هنا example 1 أو the first example. It's important to treat others with kindness and respect. يعني من المهم معاملة الآخرين with kindness بلطف and respect واحترام. The second one. The doctor will treat the patient's symptoms with a course of antibiotics. طبعا الدكتور will treat الدكتور هيعامل مش هيعامل بقى هنا. الدكتور هيعالج patient's symptoms يعني أعراض المريض with a course of antibiotics بدواء الإيه؟ الانتيبيوتكس.
بيسموها هنا كورس ليه؟ لأن هو مش هيديله يقول له خده مرة واحدة ولا مرتين، لأ لازم يقعد كذا يوم على مثلا على مدار اليوم كذا مرة، فبيسمى على بعضه كده كورس. next treatment. احنا خدنا treat معناها يعالج أو يعامل. طب treatment المعالجة أو العلاج ينفع؟ treatment معناها العلاج أو المعالجة أو المعاملة، وده طبعا إيه noun من treat. أوكي، علاج، معالجة، معاملة. طيب المعنى in English the first meaning المعنى الأولاني the act, manner or method of handling or dealing with something. the act, manner or method okay of what of handling or dealing with something. ده المعنى الأولاني، هو الإيه؟ الفعل أو السلوك أو الطريقة method، يعني manner و method قريبين هنا في المعنى اللي هو الطريقة يعني. اوكي of handle في التعامل مع، احنا قلنا handle وديل بس هنا محطوطين كنون يعني handling or dealing with something اللي هي التعامل مع الأشياء، يبقى طريقة التعامل مع الشيء معين اللي هي احنا ايه مثلا ممكن نقول معاملة أو ممكن نقول معالجة أمر ما يعني. طيب medical care given to a patient، وبرضو الرعاية الصحية التي تعطى لمريض اللي هي العلاج. زي هنا علي gets a special treatment because he knows the boss. هنا المعنى الايه الأخير ده، يعني علي gets a special treatment يعني ايه بيعامل معاملة خاصة، حصل على معاملة خاصة أو يحصل على معاملة خاصة because he knows the boss، إنه عارف رئيس العمل. طيب المعنى الثاني أو الجملة الثانية this disease doesn't generally respond to treatment، يعني هذا المرض بشكل عام لا يستجيب للعلاج. طيب هو في معنى تاني كده لتريتمنت وتريت هتلاقوها في الأسئلة يعني، اللي هو معناها يعزم حد، لما حد يعزم حد على أكلة أو وجبة أو كده ممكن إن يستخدم الفيرب تريت. هنشوفها بقى في الإكسرسايز. activist ده نون ومعناه ناشط، ناشط بقى سياسي، ناشط اجتماعي، ناشط في الجمعيات الخيرية كده يعني. a person who campaigns for social or political change، يعني شخص اللي هو بيعمل حملات، يقوم بحملات. هي campaign معناها حملة وممكن تستخدم كفيرب، هنا كفيرب campaign يعني يعمل حملات for social or political change من أجل تغييرات سياسية أو تغييرات إيه اجتماعية. طيب نشوف الجملة اللي قدامنا. The environmental activists organize a protest to raise awareness about climate change. يعني the environmental activist يعني الناشط، المرة دي ناشط إيه بقى؟ ولا سياسي ولا اجتماعي، ما الناشط إيه؟ ناشط بيئي. The environmental activist ماله؟ organized بمعنى نظم. protest يعني احتجاج أو احتجاجية كده. to raise لرفع awareness الوعي بخصوص إيه؟ about climate change بالنسبة لتغيير المناخ أو تغير المناخ. هنا في شوية كلمات بصراحة مهمة فنشيل ده كله ونقول كلمة campaign معناها حملة أو يعمل حملة. يعمل حملة هنا بمعنى يعمل حملة social اجتماعي political سياسي. وهنا change مش يغير، هنا دينامين بمعنى تغيير. the environmental activist هو الناشط بي organize معناها نظمة a protest احتجاج raise لرفع awareness الوعي about a climate change الوعي بخصوص الايه climate change اللي هو التغير المناخي. next colonial نسمعها عشان دي كلمة جديدة شوية. colonial تاني colonial تالت. colonial طبعا colonial اللي هي لحظة زي ما انتم شايفين colonial دي adjective صفة اوكي ومعناها استعماري ليها علاقة بالاستعمار وكده أي relating to a colony or colonialism colony or colonialism. طبعا colony معناها مستعمرة colonialism اللي هو الاستعمار. طيب نشوف أول جملة أو الجملة الوحيدة الموجودة. A lot of parts of Africa have suffered under a colonial rule.
اوكي، يعني ايه؟ اجزاء كثيرة من افريقيا have suffered under، يعني عانت من او كانت تعاني من ايه كانت تعاني من وطأة الايه الكولونيال رول، اللي هي الحكم الاستعماري. طبعا هنا عن ايه الكلمات المهمة؟ طبعا دي مهمة اكيد، related to يعني لها علاقة بالكولوني، قلنا معناها المستعمرة او مستعمرة colonialism اللي هي معناها الاستعمار. وهنا suffered under كانت تعاني تحت الايه الحكم الايه الكولونيال رول اللي هو الحكم الاستعماري. next fair. طبعا fair هنا زي ما انتم شايفين مكتوب ان هي noun، ان دي يعني noun، وطبعا هو adjective يعني هي noun اسم يعني وصفة، ومعناها معرض او عادل. طبعا معرض هو النون وعادل هو الايه الادجكتيف. طب نشوف المكتوب قدامنا. المعنى الاولاني اللي هو a public event at which goods are bought and sold. ده المعنى الاولاني اللي هو ايه حدث عام at which اللي فيه goods بضائع are bought and sold تشترى وتباع. المعنى الثاني يبقى ده المعنى الاولاني خدناه اهو هو ده. طب المعنى الثاني just and unbiased. just معناها عادل و unbiased يعني غير متحامل، وطبعا ده خدناها في يونت 1 اللي هو المعنى الثاني. طب نشوف أول جملة. despite the competitive nature of the game the referee was fair in his decision. يعني بالرغم من الطبيعة التنافسية للعبة the referee اللي هو الحكم was fair عادل in his decisions في قراراته بشكل عام. طيب الجملة الثانية I bought a wooden salad bowl at the local craft fair. يعني أنا اشتريت إناء أو وعاء سلطة للسلطة يعني وخشبي، وعاء خشبي للسلطة معنى كده at the local craft fair في معرض الحرف. ممكن نقول معرض هنا craft دي معنى ممكن حرفي حاجة حرفية يعني، أو معرض الحرف اليدوية يعني تنفع برضه. هنا the local craft fair معرض الحرف المحلي. اوكي. طب هنا في شويه طبعا كلمات هنا، بس قبل ما تشوف الكلمات التانية طب ايه يا مستر اللي معمول ده؟ وهنا بقول لك هنا اللي خلي بالك برضو فير ليها معاني تانية. يعني ايه هنا في الكليات وكده الجريز بتتحسب ازاي والدرجات بتاعت الطلبه، اللي هو من ضمن في طبعا كذا طريقه، بس في من ضمنها اللي هو التقدير. احنا بنسمع عن التقدير في فيري باد ما نعرفوش ده قوي يعني، بس احنا نعرف من اول فير بصراحه وبور. انا عموما هم الاثنين دول اكيد ايه مش ناجحين يعني بيبقوا ساقطين. في fair يعني مقبول، وفي good اللي احنا عارفين جيد، وvery good جيد جدا، واكسلنت ممتاز. يبقى fair دي اقل حاجه اقل تقدير اللي هو بيتخرجوا مثلا بتقدير fair اللي هو مقبول. في بقى fair تاني ليها معنى تاني نقول fair hair. يعني ايه الشعر ده لونه ايه؟ لونه اصفر كده او بني فاتح قوي، فبيسموه fair hair. fair hair يعني اشقر الشعر. نكمل. disabled. طبعا واضح من disabled دي اولا adjective صفة ومعناها معاق او ذو الهمم او ذوي الهمم. طيب المعنى in English having a physical or mental condition that limits one's movements, senses or activities. يعني ايه بقى having يعني لديه شخص، يعني لديه a physical or mental condition يعني ظرف حالة خاصة، حالة جسدية أو عقلية. ليه ظرف عقلي أو إيه أو جسدي، ظرف خاص يعني that limits بيعوق الشخص يعني من الإيه movements من الحركة، senses بعض الحواس يعني في بعض الحواس ممكن ما تبقاش شغالة زي حاسة السمع، حاسة البصر، النطق كده الحاجات دي، or activities أو الإيه الأنشطة بشكل عام هو الحركة اللي هي بتبقى ليها علاقة بالإيه بالحاجات الفيزيكال. طيب نشوف مثال هنا. Despite being disabled, he excelled in his chosen field, proving that abilities go beyond physical limitations. أنا حتى المعنى هنا بالعربي لأنه بصراحة معنى جميل. Despite being disabled يعني على الرغم من كونه معاقا. هنا despite معناه على الرغم، كونه معاقا. he excelled فقد تفوق. خلي بالكم عشان الترجمة كمان. excelled هنا معناه إيه؟ تفوق in his chosen field في المجال الذي اختاره.
proving مما يثبت أو أثبت ذات أن abilities القدرات go beyond physical limitations تتجاوز القيود الجسدية. طبعا هنا فين القدرات اللي هي abilities تتجاوز اللي هو go beyond القيود limitations جسدية physical. خلاص اوكي. طبعا هنا برضو عندنا كلمات كتير اكتبوها يا ريت تدونوها. physical معناها بدني أو جسدي، mental عقلي، condition حالة أو ظرف، limits يقيد، movements حركات، senses حواس، activities أنشطة، despite بالرغم من، وبيجي بعدها يا إما noun يا إما verb هنجي خلي بالك، وده بعدين هيتشرح في الجرامر. disabled هي الكلمة الأساسية معناها معاق، هي excelled معناها تفوق، اللي جاي منها excellent. أوكي. in his chosen field يعني المجال الذي اختاره. proving مما أثبت اللي هي دي مما أثبت that abilities القدرات اللي هي دي go beyond تتجاوز اللي هي الكلمة دي physical limitations اللي هي القيود الجسدية. فين كلمة جسدي اللي هي physical وفين كلمة قيود اللي هي limitations. وكده احنا خلصنا المجموعة الرابعة ونبدأ نشوف الايه exercise عليها نحله مع بعضينا. قبل ما تبدأوا تحلوا يا ريت ابدأ الايه يعمل pause وحل لوحدك الأول بعد كده اسمعني بعد كده. Number 1. The scientist made a space discovery that changed the course of medical history. يعني إيه؟ طبعا عندنا الكلمات remarkable, treat, treatment, activist. أنهي كلمة طبعا مناسبة؟ The scientist made إيه؟ العالم عمل إيه؟ discovery. اكتشاف اللي غير the course of medical history. يعني أو كأنه يعني التاريخ الطبي بشكل عام. طبعا remarkable بمعنى ايه؟ بارز، عمل اكتشاف عظيم، اكتشاف واضح، اكتشاف بارز كده يعني. 2. As a human rights E she dedicated her life to fighting for equality and justice. Remarkable, treatment, activist. As a human rights هنا human rights ايه؟ human rights ايه؟ activist. معنى ايه؟ ناشط حقوق انسان. دي معناها طبعا الانسان، وهنا rights معناها حقوق ودي ناشط. she dedicated يعني كرست، سين ها كاف ر سين ت دي مفتوحة، كرست her life كل حياتها to fighting للمحاربة. بدل حط هنا for يبقى من أجل. طب لو حط against مثلا يبقى ضد. هنا حاربت من أجل equality المساواة and justice والعدل، ودي كلمات مهمة جدا. شيل خلي بالكم human rights حقوق الإنسان، dedicated كراسة أو كرست، fighting for المحاربة من أجل، equality المساواة، justice العدل. كل ده المفروض يتكتب ويتذاكر. احنا مش بندرس الكام كلمة اللي احنا 7 كلمات أو 8 كلمات أو 20 كلمة أو 100 كلمة اللي هم موجودين في المجموعة دي، لكن احنا من خلالهم بناخد منظومة كاملة لرفع مستوى الفوكاب والحصيلة اللغوية عندنا. هو ده الهدف. لكن لو كان الهدف حفظ كل الكلمات دي اللي احنا الأساسية اللي احنا بنقولها في كل تيبل، لا انت اكتبهم بالعربي وخلص الموضوع وقابلني بقى لو جبت درجة كويسة. مش هتجيب بالطريقة دي. اللغة ما بتذاكرش إلا باللغة، الإنجليش ما يذاكرش إلا بالإنجليش لو عايز تجيب درجة كويسة. لكن عايز تعدي وخلاص دي يعني ننجح وكله محصل بعضه، المفهوم الغريب ده اللي هو مش حقيقي على الإطلاق. لكل مجتهد نصيب، مش أكذوبة، لكن دي حقيقة لكل مجتهد نصيب لو عايز تعيش بالحلال. أوكي؟ فما يغركمش الحاجات اللي بتشوفوها هنا أو هنا أو هنا. أنت عايز تبقى إنسان محترم للكيان، مش هتقدر تعمل الكيان دوت بشكل محترم وبشكل حلال إلا بالتعليم. حتى لو معاك مال ومعاك فلوس كتير،
لو انت ما عندكش الوعي والعلم هيضيع منك. حتى لو ابوك هيسيب لك ويورث لك حاجات كتير قوي وملايين، لو ما عندكش العلم هيضيع منك. ممكن يزيد، بس ممكن هيزيد ممكن بطريقه غير شرعيه، لكن العلم هو اللي بيزود هو اللي هيحطك في حته كويسه جدا جدا فوق ما تتصور. ودايما انا بقول كده للشباب، خلي بالك انت من بعد الثانويه العامه، ده المفروض من قبل الثانويه العامه، بس من الثانويه العامه ومن بعد الثانويه العامه انت مجهز نفسك لسوق العمل. سوق العمل ليه مهارات لازم تكتسبها بالاضافه لشهادتك وتقديرك، الاتنين مهمين، عشان ما حدش يضحك عليك ويقول لك الشهاده مش مهمه. انا بقول لك الشهاده مهمه، وانا شفت الامر ده بعيني. شهادتك مهمه، تقديرك مهمه، ده الاساس بتاعك اللي بتبني بقى عليها عماره الفيوتشر بتاعك. طيب بعد كده مهاراتك بقى، عندك 4 سنين بعد الثانويه العامه في الجامعه، لازم تنمي مهارات في كل حاجه. اتعلم كل حاجه، تعلم تسويق، تعلم لغه، تعلم كمبيوتر، تعلم جرافيكس، تعلم ازاي تعمل حتى تصور، اي حاجه اي حاجه. الحاجات دي كلها مهارات بتنفع بعد كده في مكان، بالاضافه لمجالك انت. شوف انت هيكون مجالك ايه وتزود مهاراتك فيه. دخلت كليه لغه يبقى تظبط اللغه وتعليها قوي، ولو حابب مجال التدريس يبقى هتاخد شويه شهادات زي التافل والتيسل والسلتا. الحاجات دي تبدا تجهز نفسك فيها، على الاقل تقرا فيها لغايه ما تتخرج، وبعد كده تدرسها بشكل ايه، بشكل يعني رسمي او بشكل منتظم يعني. اوكي، عايز تخش مجال الهندسه تشوف مجالك وتاخد فيه كورساتك. مجال الطب، حتى مجال الطب زود شوف انت مجالك ايه. انا بقى ما بفهمش في مجال الطب والكلام دوت، مش مجالي، لكن اكيد في حاجات ممكن تساعد الطالب بشكل عام، على اساس اول ما يتخرج يتخطف. على فكره الطالب اللي بيتخرج ويبقى عنده مهارات كويسه وعنده لغه كويسه وفاهم مادته الى حد كبير يعني، وهيكون ناقصه حاجه واحده، الخبره العمليه. برضو الشركات والمؤسسات المحترمه بتحب جدا النوع ده من الشباب. صدقوني بيحبوا النوع ده من الشباب. ليه؟ اولا هو مش هيكلفه كتير، لان اكيد هيبقى السالري بتاعه ومرتبه هيبقى قليل عن اللي عنده خبره. ثانيا هو عنده مهارات ممكن ما تبقاش عند الكبير، مش عند اللي عنده خبرات طويله قوي، لانك انت هتاخدك المؤسسه عشان المستقبل. لكن ربما اللي جاي بخبرات كتيره ربما تكون خبراته ريليتد شويه للفتره السابقه او للماضي شويه، وممكن ما بيقدرش يجاري لو هو ما كانش بيطور نفسه. كبير اللي عنده خبرات 10 و15 و20 سنه لو ما كانش بيطور نفسه هيلاقي نفسه مش قادر يواكب، لكن انت ممكن تواكب. فانت برضو رغم ان انت ما عندكش الخبره الكافيه، بس ممكن بمهاراتك تكون مفيد جدا 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 للمؤسسات المحترمه. نكمل. 3. The museum displayed artifacts from the era showcasing the history of the region. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا colonial disabled fair activist. نشوف كده the museum displayed يعني الميوزيوم، المتحف يعني، بيعرض او عرضه artifacts اللي هي تحف from the era زي age يعني، او period of time فترة زمنية. showcasing موضحا the history of the region، موضحة الحاجات التحف دي وضحت تاريخ المنطقة. واحنا خدنا كلمة region بمعنى منطقة، شايف خدناها ولسه هناخدها، هنشوف يعني مش فاكر أوي. طيب اللي هو colonial بقى disabled fair activist، يعني طبعا هي واضحة اللي هي colonial يعني الفترة الاستعمارية. اوكي، الفترة الزمنية الاستعمارية. 4. The government implemented معناه زي ما انا كاتب نفذت policies سياسات to improve employment لتحسين التوظيف او employment opportunities يعني تحسين فرص التوظيف for citizen مواطنين. هل الكولونيال ولا disabled ولا fair ولا activist؟ طبعا واضحة جدا يا شباب اللي هي disabled. انا طبعا بحل بسرعة لان انا اعتمدت خلاص ان انت بتعمل بوز للفيديو الاول وبتحله. اوكي، وانا اكني براجع معاك بسرعة. 5. The doctor recommended a new space plan to manage the patient's chronic pain. الدكتور recommended اوصى a new plan
خطة to manage للتحكم في the patient's chronic pain أو لتظبيط يعني حاجة زي كده. ده المعنى بتاع manage ال patient's chronic pain الألم المزمن لدى المريض. يبقى إيه؟ عمل إيه؟ هو الدكتور هيعمل إيه في دول؟ طبعا treatment علاج. يبقى هو إيه؟ أوصى بعلاج نوع علاج جديد أو خطة علاج جديدة للتحكم في ألم المريض المزمن. Number 6. There have been great advances in the space of cancer in Egypt, especially in the field of children's cancer. يعني يوجد تقدم كبير أو ملحوظ أو عظيم في إيه of cancer لمرض الكانسر in Egypt. يبقى إيه؟ هو طبعا حاطط ال treat في أشكالها المختلفة، يا إما verb يا إما noun يا إما adjective ويا إما يعتبر verb في الباست يعني treat the verb noun adjective. طبعا هي عايزين هنا إيه؟ أدم في ذا وفي of وكده، يبقى إحنا عايزين noun treatment علاج. أوكي، يعني يوجد تقدم عظيم في علاج الكانسر في مصر. Number 7. The book speaks as the school encourages students to explore new literature, activist, equality, fair treatment. طبعا احنا المفروض انتوا حافظين the book fair معناها معرض الكتاب. At the school في المدرسة encourages students شجع الطلاب to explore في استكشاف أو معرفة new literature يعني حاجات آداب جديدة. يعني literature اللي هو مش الأدب يعني politeness اللي هو الأدب. أوكي، الأدب اللي هو بتاخده فيه بقى الشعر والحاجات دي والمدارس والكلام. Number 8. For his birthday she decided to him to a fancy dinner at his favorite restaurant. احنا المعنى ده انا كنت كاتبه بالعربي لكن ما اديتش مثال عليه وحتى ما اديتش ايه explanation او definition ليه. اللي هو معنى ايه؟ اللي هي كلمة treat. احنا قلنا معناها يعالج او يعامل او يعزم. هنا بمعنى يعزم، يعني for his birthday على عيد ميلاده هي قررت ان هي تعزمه to a fancy dinner على دينر كده فانسي جميل at his favorite restaurant في المطعم المفضل ليه. طبعا هي كانت عايزة تعزم أكيد يعني باباها أو أخوها. يبقى treat. next احنا كده خلصنا المجموعة، خلاص شرحها والتدريبات عليها، وهنبدأ في المجموعة الجاية اللي هي الخامسة إن شاء الله. هنا قدامنا شباب المجموعة أهو نمبر 5 سكرين شوت بقى زي ما احنا متعودين، ونبدأ ناخدهم one by one. أول كلمة زي ما انتم شايفين قدامكم economic. economic دي طبعا ايه adjective زي ما هو واضح كده. اوكي adjective ومعناها اقتصادي. طبعا دي relating to trade, industry or money، يعني ليها علاقة بالتجارة الصناعة والمال. Example: I don't think we should expand our business in the current economic climate. بيقول هنا أعتقد أو لا أعتقد we should expand إنه يجب علينا التوسع. expand هنا معناها يمد أو يتوسع. التوسع في our business في أعمالنا in the current economic climate في ذلك المناخ الحالي الاقتصادي أو المناخ الاقتصادي الحالي. أوكي، بسيطة الدنيا اهي. لو شلنا كده عشان الكلمات المهمة relating to على علاقة ب trade تجارة نكتب يا ريت industry صناعة money المال والنقود دي معروفة طبعا. expand يعني يتوسع. business معنى أعمال. current معناها الحالي. economic اقتصادي اللي هي الكلمة بتاعتنا. و climate معناها المناخ. next زي ما انتوا شايفين الكلمة قدامكم معروفة. كلمة ايه؟ pause. pause دي ايه؟ the verb معنى يتوقف أو يوقف.
طبعا احنا بنستخدمها كتير مثلا في الحاجات اليوتيوب والكلام ده، ممكن نعمل لها بوز او اي فيديو او اي اوديو كده يعني. المعنى a short period in which something such as شيء مثل الساوند or an activity أو النشاط is stopped before starting again، يتوقف قبل أن يبدأ مرة أخرى، يعني يتوقف فترة من الوقت for a short time أو for a short period وبعد كده يبدأ تاني. طيب الجملة اللي عندنا after a long pause، بعد فترة صمت طويلة someone finally asked a question. أوكي، يعني واحد سأل سؤال. طيب next، هنا مفيش كلمات صعبة، كلها سهلة. كلمة دلوقتي اللي قدامكم كلمة raise، ده verb معناه ايه؟ يثير او يرفع. طب معناه ايه in English؟ هو الفيرب سهل وخدتوه قبل كده في السنين اللي فاتت يعني. to lift something to a higher position، يعني ترفع شيء لمكانة او وضع اعلى، زي ترفع ايدك مثلا لفوق كده يعني. طب نشوف اول جملة. would all those in favor please raise their hands، يعني بيقول يا ريت الناس اللي هم مؤيدين in favor معناها مؤيدين يرفعوا ايه؟ ايديهم. الجملة الثانية the second one her answers raised doubts، raised fears، raised suspicions in my mind. يعني ممكن raised دي تيجي مع doubts، ممكن تيجي مع fears، ممكن تيجي مع suspicions. معناها ايه؟ raised doubts يعني أثارت الشكوك، raised fears أثارت المخاوف، raised suspicions برضو أثارت الشكوك in my mind في حالي. طبعا المهم في الكلام ده كله كلمة position اللي معناها وضع، و raised ده خدوها مع الثلاث ايه الثري nouns دي raised doubts، raised fears، raised suspicions، ومعناهم زي ما انا قلت من شوية. وبرضو in favor معناها يؤيد. تمام. next region مع دي ايه؟ ده noun ومعناه ايه؟ منطقة او اقليم. احنا عندنا نفترض مثلا دي بلد دولة، هنلاقي فيها كذا منطقة كده اقليم متقسمة، مثلا نفترض يعني 5 ايه اقاليم كده. اوكي، يبقى ده region. اوكي، معناها ايه؟ a particular area يعني منطقة او مساحة معينة، or part of the world او جزء في العالم، or any of the large official areas يعني ايه؟ مساحات او مناطق رسمية كبيرة تنقسم اليها الدولة into which a country is divided. اوكي، دي معناها كده على بعض. يعني ايه؟ او ناخد example there's a shortage of cheap housing in the region، يعني يوجد نقص. كلمة shortage مهمة جدا، معناها نقص من ايه؟ من الهاوزنج. cheap housing السكن الرخيص in the region في المنطقة. طبعا هنا طب الكلمات هنا في شوية كلمات كده يعني خلي بالكم من divide معناها ينقسم إلى، ويجي معاها preposition into، بس هو يعني التركيبة اختلفت ما جاش وراها. مش هتكلم في الحتة دي عشان بس ما نشتتش نفسنا، لكن خلي بالكم من divide into. divide تيجي معاها into، مش لازم يجي معاها يعني يجي بعديها، ممكن يجي قبليها في بعض الستراكشرز الخاصة من بعض الجمل. طبعا area official اكتبوها دي معناها رسمي، واريا معناها مساحة أو منطقة. shortage مهمة جدا معناها نقص. housing معناها الإسكان. بس بعدها figure ده noun. figure ليها كذا معنى، ممكن تبقى رقم أو صورة. ها وحاجة تانية هنشوفها دلوقتي. يعني رقم يعني إيه؟ the symbol for a number. يعني رمز لرقم. يعني إيه؟ لما أكتب أنا كده ده إيه؟ ده 2. يبقى ده figure. ده إيه؟ 3. ده الفيجر بتاع ال 3، يعني شكل ال 3. بمعنى تاني نشوف كده example. write the amount in both، يعني اكتب المقدار. كلمة amount يعني المقدار in both بكلا الحالتين in words and figures، يعني بالحروف وبالايه ارقام. دي معناها كده. يعني مثلا كلمة 2 ممكن تكتب كده 2
PWO. ده كده ايه؟ ده كده in words. او ممكن اكتب تو كده، دي كده ايه؟ ده كده in figure. اوكي، دي معناها. وممكن يبقى ليها معنى تاني the shape of the human body or a person. شكل جسم الانسان، الشيب بتاعه، يبقى ده برضو معناها figure. زي هنا a nice birded figure entered the room. يعني هنا معناه ايه؟ figure تدي معنى ايه؟ تدي معنى person. خط ممكن ما يكونش واضح يعني، بس person. a nice birded figure يعني شخص بلحية. birded جاي من bird معناها لحية، حط ايدي اتحولت لadjective معناها birded figure يعني شخص بلحية لطيف. entered the room دخل الحجرة. يبقى كلمة person دي بقول لك خلي بالك ان كلمة figure دي معناها person. اوكي، ما فيش كلمات، كلها كلمات. generation. generation ده noun معناها جيل. all the people of about the same age within a society or within a particular family. يعني مجموعة من الناس من نفس العمر the same age داخل يا إما المجتمع society المجتمع or within a particular family أو عائلة معينة. يا ديت الجملة دي there were at least 3 generations grandparents parents and children at the wedding. يعني في wedding في حفل زفاف وكان موجود فيها 3 أجيال اللي هم مين؟ الجدود الآباء والأحفاد اللي هم الأطفال يعني. أوكي، ما فيش، أنا مش شايف كلمة جديدة، لأن حتى لو كلمة society جديدة إحنا جات لنا قبل كده. wedding معروفة بقية الكلمات كلها سهلة. speculate نسمعها دي، أي كلمة أحس اللي برضه إن فيها صعوبة شوية تلاقوني أقول لكم إيه اسمعوا. speculate يبقى speculate اللي معناها يتأمل. speculate معناها يتأمل، يتفكر، يتساءل بفضول. كل ده معناها speculate. to guess برضه دي معناها ايه؟ يخمن حاجة، يتفكر في حاجة. ما هو بخمنها يعني بفكر فيها. to guess possible answer في ايه؟ في تخمن ردود أو إجابات ممكنة to a question بسؤال when you don't have enough information to be certain. يعني في سؤال كده أنت مش متأكد، ما عندكش معلومات كافية عنه، فتبدأ إيه؟ تتفكر فيه. يعني إيه؟ تتفكر بمعنى تبدأ تفكر في الموضوع، يا ترى حل الموضوع ده إيه؟ أو حل المسألة دي إيه؟ دي كده speculate. نقرأ a spokesperson declined to speculate on the cause of the train crash. معناها ايه الجملة؟ ورفض متحدث أو المتحدث التكهن بسبب حادث القطار. التكهن معناها ايه؟ تفكر فيها، يا ترى سببها ايه كده؟ ما قالش. هنا spokesperson a spokesperson ديت معناها متحدث. في دي جديدة نكتبها. declined رفض. to speculate يعني معناها ايه؟ يتكهن مثلا أو يتأمل في سبب حدوث الحادث. the cause السبب of the train crash معناها ايه؟ حادث. judge ده noun معناه قاضي، معروفة طبعا قاضي. a person، بس هنلاقي كلمات هنا مهمة. a person who is in charge مهمة. in charge ناخد in charge of يعني شخص مسؤول عن. in charge of مسؤول عن. a trial محاكمة. in a court في المحكمة، عن محاكمة في المحكمة. and decides how a person who is guilty وهو اللي بيقرر ازاي البيرسون الشخص اللي هو who is guilty of a crime اللي هو متهم بجريمة crime جريمة should be punished هيعاقب. كيف سيعاقب هذا الشخص المتهم في جريمة. punish معناها ايه؟ يعاقب. or who make decisions أو هو اللي بيتخذ قرارات
on legal matters. legal matters بمعنى ايه؟ امور قانونية، هو اللي بياخد القرار في الامور القانونية. يعني مش شرط يكون ايه محكمة ومتهم وقضية وجريمة والكلام ده. طيب نقرا. The judge will pronounce sentence on the defendant this afternoon. دي مهمة أوي الجملة ديت. جدج القاضي سوف يعمل ايه؟ زي يعلن الحكم أو ينطق بالحكم. نقول تاني. The judge will pronounce sentence معناها يعلن الحكم أو ينطق بالحكم. هي pronounce معناها إيه؟ نطق. والسنتنس هنا مش معناها جملة زي ما أنتم عارفين، هي معناها حكم. On the defendant المتهم. defendant معناها إيه؟ المتهم. This afternoon. This afternoon. طيب هنا أنا هشيل كده عشان في كلمات هنا مهمة. ناخد الكلمات المهمة، نحاول نخلي قلم كده تبقى الدنيا ايه في شوية. in charge of على بعضها كده معناها مسؤول عن. trial محاكمة. court محكمة، المكان نفسه البليس نفسه. guilty المذنب أو المتهم. crime جريمة. punish يعاقب. make decision مهمة عشان جات لنا كذا مرة اعرف ان decision بتاخد make. legal قانوني. matters الأمور القانونية. على بعضها دي خدوها على بعضها. pronounce sentence يعني يعلن الحكم أو ينطق بالإيه؟ بالحكم. on the defendant اللي هو المتهم. بس كده. خلاص كده خلصنا الكلمات. نبدأ نحل على الجزء الأخير دوت. number 1 please space the video while I take a phone call. يعني please من فضلك إيه the video while I take a phone call وأنا أجري المكالمة التلفونية. هل بقى A result B pause C figure D speculate؟ طبعا واضح إن هي طبعا pause يعني وقف الإيه الفيديو. 2 the space situation in the country has improved over the past years. يعني تحسن الموقف في الدولة اتحسن over the past years خلال السنوات الماضية. يبقى ايه اللي اتحسن؟ موقف ايه اللي اتحسن؟ economic pose raise region. طبعا economic يعني الموقف او الحالة الاقتصادية. 3 the company decided to space the prices of its products. prices معناها طبعا البرايسز اللي هي الاسعار والبرودكتس اللي هي المنتجات. يبقى الكومباني قررت ايه تعمل ايه؟ pose arise raise treat. طبعا هي ايه؟ raise يعني ترفع الاسعار، اسعار المنتجات بتاعتها. number 4 the Sahara Desert is a vast and arid معناها ايه؟ قاحلة in North Africa. pose equality fair region. هو بيتكلم عن الصحراء ده مكان. is a vast معناها واسع جدا and arid وقاحلة. قاحلة يعني مفيش أمطار بقى ولا أنهار ولا أي مية كده، مية قليلة. يبقى هي إيه؟ region منطقة واسعة قاحلة. 5 the financial report يعني التقرير المالي includes يشمل a detailed space of the company's profits and losses. ايه بقى اللي ليه علاقة بالتقارير المالية؟ هل الانيكواليتي عدم المساواة تريتمنت المعاملة أو العلاج، ولا الفير العدل، ولا الفيجر الأرقام أو الرقم؟ طبعا هي figure. بمعنى the financial report التقرير المالي includes يشمل a detailed figure رقم تفصيلي أو أرقام تفصيلية of the company's profits and losses. number 6 انت وقريت في الجملة ديت the younger space is more tech savvy than the older one.
يا ترى ايه؟ انا طبعا هنتكلم عن تك سافي دي عشان هي دي اهم كلمه هنا. هنقول يانجر ايه؟ يانجر ايكونوميك ملهاش معنى، اقتصادي صغير، ولا يانجر بوز ملهاش معنى، يانجر ريجن منطقه الاصغر سنا ما تنفعش. لكن ينفع اقول ايه؟ يانجر جنريشن، هي دي الصح. طب ماشي، معنى الجمله ايه بقى؟ وايه تك سافي دي؟ تك سافي زي ما انتم شايفين اهو هنا، knowing a lot about modern technology especially computers، يعني اللي بيعرف معلومات كتير عن المودرن تكنولوجي بالاخص الكمبيوتر مثلا والانترنت، ده بيسموه ايه؟ تك سافي. ممكن نوصفه بانه تك سافي. اوكي، يبقى هي مين اللي بيعرف اكتر؟ إيه؟ الكبار ولا الشباب الصغير؟ طبعا الشباب الاصغر هم اللي ليهم علاقه اكتر بالايه؟ بالكمبيوتر والانترنت والكلام ده. يبقى جنريشن معناها جيل. 7. Analysts often space about the future trends in the stock market. طبعا اللي هنا معناه الاناليست اللي يعني المحللين. often ايه about the future trends. trends معناه ايه؟ هي ما هو ده حتى حطيتها هنا عشان الجمله دي مهمه. trends معناه دايما بنستخدم كلمه ترند كتير بس ممكن ما نعرفش نترجمها للعربي. ترند معناها ايه؟ اتجاهات. يبقى المحللين often غالبا ايه about the future trends in the stock market. يعني ايه stock market؟ اهو معناها مكتوب سوق الاوراق الماليه. بيعملوا ايه المحللين؟ بوز يتوقفوا او يوقفوا حاجه معينه، ريز يرفعوا الفيوتشر ترند الاتجاهات المستقبليه in the stock market، ولا speculate، ولا تريتون واحده. speculate معنى بيتفكروا ويتاملوا الاتجاهات المستقبلية في أسواق الأوراق المالية. دايما يبصوا ويحللوا، دايما يتفكروا ويتأملوا، لأن التحليل معناه فيها نوع من التفكر الكتير والتأمل. 8. The space carefully consider all the evidence before making a decision. مين اللي دايما بحرص بيفكر كده أو بيضع في الاعتبار all the evidence، كل الأدلة before making a decision، قبل ما يتخذ قرار؟ مين دول؟ طبعا judge، القاضي. وكده يا شباب الحمد لله خلصنا بارت 2 من الفوكاب. وهي كانت السيشن كانت طويلة شوية هي واللي قبلها، لأن هو ده الأساس. السيشنز دي والسيشن قبلها واللي قبلها أول 3 دايما في كل يونت الفوكاب اللي فيها هو الأساس الخاص بالفوكاب الخاص باليونت كلها. اللي هيجي بعد كده تكرار، ما انت هتشوفوا كده هتلاقوا ان نفس الفوكاب بيتكرر شكله بحاجات تانية. اوكي، ممكن شويه ناخدهم مع السينونيمز، شويه ناخدهم مع الانتونيمز، شويه ناخدهم مع الديريفاتيفز، وهكذا مع الكولوكيشنز. هتلاقيهم هم عمالين يتكرروا. فاللي هيذاكر المجموعه دي او ال3 سيشنز دولت الجم ورا بعض دلوقتي الخاصه بين التو، يبقى هو كده يعتبر خلص الفوكاب، والباقي ده تحصيل حاصل. اوكي، شكرا ليكم واتمنى ان انتوا تتابعوا بقيه السيشنز. ويا ريت ما تنسوش السبسكرايب ولايك وشير، عشان كل ما طبعا القناة تنتشر اكتر ده بيشجعني اكتر، وده بيعمل لي برضو موتيفيشن ان انا استمر واقدم لكم احسن ما عندي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.